اخبارك بان كاينين الناس ماشي جاو باش يعاونوك باش تزيد لقدام، بالعكس جاو باش يشوفوا فيك كطيح ويتشفاو فيك. كاينين الناس كيتمشاو معاك ديما وكيضحكوا في وجهك وديما راهم قدامك، ولكن من الداخل ديالهم كيتمناو ليك الشر وكيستناوك غير فوقاش تطيح. اخطر حاجه انما هاد الناس كيكونوا اقرب اشخاص عندك، ما تكونش متوقع منهم حتى شي حاجه، ولكن حتى تكتشف بانهم شياطين كيلعبوا في حياتك. اشخاص سامين دايرين بحال شي ميكروب، ما كيقتلوكش مره واحده، كيقتلوك غير شويه مور شويه. كل ما نتايا كتموت وهما كيستمتعوا، كيقتلوا الطاقه ديالك، الثقه ديالك في راسك والاحلام ديالك وحتى السلام النفسيه ديالك. لا لاحظتي واحد الحاجه، بان هاد الاشخاص راهم عندك في العائله، كل ما كتجي فرحان وضاحك كيطفيو عليك ديك الضحكه وديك الفرحه اللي كنت منور بها. كل ما كتقول لهم باغي ندير شي حاجه في حياتي يحاولوا يحبطوك. ها علاش اي حاجه باغي ديرها في حياتك ديرها بينك وبين راسك واقرب شخص اللي هي الام ديالك ما تقولها لهاش، حيت الام ديالك كتبغي تكبر بيك قدام دوك الحشرات ديال العائله، وتما هاد الشياطين اللي كيلعبوا في حياتك غادي يستغلوا الفرصه وغادي يعرفوا الخطه ديالك. باغي دير شي حاجه ديرها السكات وصدمهم بالنتائج. وراني انايا كنقصح معاك شويه الهضره، ولكن تستاهل باش تبقى ترد البال من دوك الميكروبات، حيت كيف ما كنقول لك ديما اعتبرني كيف ما بغيت، اخ، صديق او عابر سبيل. ودابا واحد السؤال كيدور لك في دماغك، علاش هاد الحشرات كيديروا هاد الشيء؟ شنو كيستافدوا؟ شنو هي الغايه ديالهم؟ حيت هاد الميكروبات من كيشوفوا فيك باغي دير شي حاجه وباغي تطلع الفوق قلبهم كيتزير عليهم وكيكرهوا راسهم. وماشي ضروري العائله، ولكن شي مرات كيكونوا من اقرب الاصدقاء ديالك. واحد الحاجه خاصك تفهمها ضروريه، هي راه ماشي اي واحد قريب ليك كيبغي لك الخير، ماشي اي واحد ما عندكش معاه كيبغي لك الشر. كاينين شي وحدين كيدخلوا لك من الباب ديال النصيحه، كيبقاو ينصحوا فيك، ولكن هادو غير كيخوفوك. بحال هاد الزمر غير بعدوا عليك وحيدهم من حياتك. والاشخاص السامين عندهم علامات واضحه، اول علامه هي ديما كينقصوا بك، كيحسوك بانك انت ما كاينش. ثاني علامه هي السلبيه، كيعرفوا حاجه وحده، هي اي حاجه في هذه الحياه راها مستحيل تحققها. ثالث علامه هي الغيره، ما كيحملوش او لا يصبروا ويشوفوك انت كتنجح وتطور في حياتك. رابع علامه هي الاستنزاف، كل ما ريحتي معاهم وطولتي معاهم في الهضره كتخرج من ديك المجمع كاره حياتك وفاقد الثقه في راسك. دابا السؤال المهم، كيفاش غادي نتعامل مع هاد الحشرات؟ اول حاجه حط الحدود، ماشي اي واحد يقدر يتدخل في حياتك. فما كان اي واحد داز الحدود ديالو معاك حق تقول ليه بدل الساعه بخرى، وهنا غادي يحس براسو بحال شي دري صغير قدامك. والحدود ماشي قسوه ولا شي حاجه، انما احترام للنفس ديالك. ثاني حاجه هي جمع شويه فمك، نقص شويه الهضره على راسك وعلى الاهداف ديالك. ماشي كلشي خاصو يعرف الخطه ديالك، ماشي كلشي خاص بين ليهم شنو كدير باش تبان انسان مثالي. ثالث حاجه هي تعلم تقول كلمه لا. كلمه لا واخا هي صغيره ولكن كتحميك من بزاف ديال الاستغلال. مثلا شي صاحبك عزيز عليك بزاف قال لك اجي نتقهواو هاد العشيه، ولكن نتايا عندك الخدمه بزاف وما بغيتش تكسر في خاطرو تقول ليه لا، وفي هاد اللحظه خاصك تقول ليه لا وتقول ليه باللي راه عندي الخدمه. نايا الا كان صديق وفي وعارف مصلحتك يقول لك الخدمه ديالك هي الاولى، لكن الا كان داك صاحبك كيبغي غير المصلحه وصافي غادي تعصبو غادي يمشي. انت في كلتا الحالتين غادي تخرج رابح، حيت راك ظهرت واحد الشخص على الحقيقه ديالو. بحاجه ما تحاولش تبدلهم، حيت الاشخاص السامين الا ما بدلوش راسهم انت ما تقدرش تبدلهم. واحسن خيار هو تحيدهم من حياتك. تذكر واحد الحاجه ديما، الا كنت في وسط النسور
راه غادي تطير، ولا كنت وسط الدجاج راه غادي تبقى كتحلم وفي بلاصتك. الاخيره ما تنساش واحد فولو حيت رانا خد في هاد القناه. ودابا ما عليا غير نقول لك stay hard.